السندوتش منها بيتباع بره باكتر من 100 جنيه، انت بتمن سندوتشين اتنين بس هتعملي النهارده مهرجان. الوصفه دي مش هتلاقوها في حته تانية غير هنا، خطيره. اول حاجه كده معايا طاسه على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من اللي هي الضاني، وطبعا انا فرماها زي ما انتم شايفين كده، ولازم استناها لما تستوي معايا تماما. بعد ما اتاكد ان اللي هي استوت معايا تماما، ببدا اضيف معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومزوده عليه حوالي 150 جرام من الدهون، يعني الاجمالي بتاع 650 700 جرام. تمام. بعد ما قلبت اللحمه واستوت معايا تمام وتاكدت ان هي استوت تمام، ببدا اضيف البهارات، عباره عن ملح، فلفل اسود، واللي انا بوريه لكم ده كبابه صيني على ورق لورا على حبهان انا طحناهم في البيت، خدت منهم ربع معلقه. وضفت دلوقتي كده معايا معلقه كبيره من بهارات الشاورما. هنقلب بقى اللحمه مع البهارات، وعايزه اقول لكم في المرحله دي الولاد طلعوا من الاوضه قالوا لي ايه الريحه الخطيره دي، احنا لسه ما عملناش حاجه. بعد ما خلاص قلبت البهارات، بدات اضيف كده معايا معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الصويا صوص. عايزه اقول لكم الوصفه دي عشان تعملوها بشرايح اللحمه لازم قبلها ب 24 ساعه نتبل اللحمه عشان ناخد الطعم الاصلي. لا، انت هتعمليها النهارده باللحمه المفرومه وبنفس الطعم الاصلي وكانك متبلاها من وقت كبير. وعايزه اقول لكم الكميه رهيبه، يعني فعلا بتمن سندوتشين بتجيبيهم من بره انت هتعملي مهرجان النهارده من السندوتشات. اخر حاجه ضفتها هنا في البهارات ودي اختياري، بضيف شطه سوداني، دي طبعا على حسب الرغبه، حابه تستغني عنها براحتك خالص. خلاص اتاكدت ان اللحمه بتاعتي استوت معايا تمام، ببدا اضيف بصلتين كبار مقطعاهم جوليان او شرايح زي ما انتم شايفين كده. يا دوب البصل كده بقلبه تقلبتين يدبل معايا، ببدا اضيف معايا على طول شرايح من الطماطم. ذمكم بقى في اسهل ولا اجمل من كده؟ يعني هتعملي غدا فعلا وحرفيا في اقل من 10 دقايق. مجرد ما ضفتي الطماطم انت كده خلاص الوصفه بتاعتك خلصت تمام، مش محتاجه اي حاجه تاني. هتطفي النار، والاضافات اللي احنا هنضيفها بعد كده بنضيفها بعد ما نطفي النار. وصفه سهله وسريعه، لو عندك نص كيلو من اللحمه المفرومه هتعملي سندوتشات تكفي البيت كله، وطعمها خطير. وزي اللي بتجيبيها من بره، لا زي اللي بتجيبيها من بره ايه، دي احسن كمان. في المرحله دي انا خلاص طفيت النار، وضفت كده البقدونس. ما دام ضفت البقدونس خلاص الوصفه بتاعتي كده خلاص خلصت. وهنجيب الطحينه الخام زي ما هي كده من العلبه، تمام، ونبدا نضيفها على طول. ولا بنعملها سلطه ولا نحط لها زبادي ولا اي حاجه، لا زي ما هي كده خام، وتحطيها كده على الطاسه بتاعتك. وكده خلاص طاسه الشاورما بتاعتك خلصت معاكي. ايه رايكم بقى في السهوله وفي الجمال ده؟ جهزي بقى الكايزر بتاعك او الفينو، وابداي اعملي بقى سندوتشات للاولاد، وبالف انا وشوف على قلوبكم. مش عايزه جنبيها غير بطاطس محمره او شيبسي ومخلل، ومش عايزه اي حاجه تاني. بالف انا وشوف على قلوبكم. عايزه اقول لكم الولاد من جمالها والله قالوا لي لازم تعملها لنا تاني. سهله وبسيطه وما خدتش معايا وقت خالص، وفي 10 دقايق كان الاكل جاهز. عايزه اقول لكم والله خدت اقل من ال10 دقايق، وعملنا كميه السندوتشات اللي انتم شايفينها دي. والسندوتش مليان، انت لو تشتريه من بره مش هيبقى فيه الكميه دي، ده هيبقى عباره عن بصل وطماطم وبقدونس وكميه اللحمه قليله جدا. بجد السندوتشات النهارده رهيبه بنفس الطعم الاصلي. اتمنى تجربوها وتشيروا الفيديو ده.